بسم الله الرحمن الرحيم. قرطبة للإنتاج الفني تقدم العرب حسب ونسب. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. العرب حسب ونسب. عن أبي مالك الأشعري عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: 4 في أمتي من أمر الجاهلية لا تتركوهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب. العرب حسب ونسب. الحسب والنسب أيها الأخوة من أهم عناصر ومقومات الحياة الاجتماعية والسياسية عند العرب. السيادة والرئاسة والزعامة والجاه والنفوذ والمصاهرة وغيرها من أمور يتعلق بحياتهم ومعيشتهم كلها مرتبطة بالحسب والنسب. ولذلك استمعوا إلى الشاعر المتلمس عندما قال يقول: ومن كان ذا نسب كريم ولم يكن له حسب كان اللئيم المذمم. وفي سبيل الحسب وعناصره ربما تدور بينهم منازعات خطيرة قد تتطور إلى حروب طاحنة، كما حدث مثلا في حرب داحس والغبراء وحرب البسوس ومعركة ذيقار الشهيرة. هذه كلها راح نفصل لكم إن شاء الله فيها. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن يوسف الدعيج. ونستمع في الشريط 10 إلى قبائل بني سعد بن قيس بن عيلان بن مضر وحرب داحس والغبراء. فمع المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. نرحب بكم أيها الإخوة في اللقاء 10 في سلسلة محاضرات العرب حسب ونسب. ولعلكم تذكرون تكلمنا في المرة الماضية عن بعض القبائل المضرية مثل قبائل بني مرة ابن ذبيان، وقبل ذلك تكلمنا عن قبائل بني عامر بن صعصعة بتفرعاتهم، قبائل هوازن وثقيف وسليم. وقلت لكم أنني بإذن الله سوف نتكلم عن قبيلتي بني فزارة بن ذبيان وبني عبس. بنو فزارة من قبائل العرب الشهيرة. ولد لفزارة بن ذبيان عدي، أمه نضيرة بن جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن، وولد له أيضا مازن وشمخ وظالم ومرة ورومي، ولكن روميا درج انقطع عقبه لا عقب له. أمهم هؤلاء كلهم منولة بن جشم بن بكر بن حبيب بن عمرو بن غن بن تغلب، بها يعرفون، فلذلك هم بنو منولة. عدي بن فزارة ولد له ثعلبة وسعد وربيعة، وهم بنو عتمة. وولد له شكم بن عدي. سعد بن عدي ولد له مالك وهو حممة، أمه العشواء بنت بهثة بن غني بن أعصر. وولد له حرام بن سعد، أمه رقاش بنت دارم بن مالك بن حنظلة، رقاش بنت دارم بن مالك بن حنظلة تميمية. وولد له مالك بن سعد. وولد له أيضا بغيض وعياذ وسود وعمر، أمهم العشواء بنت يربوع بن غيظ بن مرة. بغيض بن مالك بن سعد كان من سادات العرب في الجاهلية، ساد قبائل قيس في الجاهلية. ومن بني حرام ابن سعد بن عدي بن فزارة حصن بن جندب بن خنيس بن حرج بن حرام بن سعد، كان سيد أهل البادية في زمانه، وكان معاصرا للخليفة الأموي عبد الملك بن مروان. ثعلب بن عدي بن فزارة ولد له لوذان، وولد للوذان جوية وزنيم وأسعد وخزامة. ومن خزامة عدي بن أرطات من رجال الدولة الأموية،
قتل في السنة 2 بعد 100 الهجرة، قتله معاوية بن يزيد بن المهلب في إحدى الفتن التي دارت في الدولة الأموية. جوية ولد له عمرو وعميرة وعامر وعبد. عمرو بن جوية ولد له بدر وجساس، وولد لبدر حذيفة الذي يلقبه العرب برب معد، وولد له أيضا عوف. حذيفة وعوف ابن بدر أمهما بنت نضلة بن جوية بن لوذان بن عدي بن فزارة. وولد له أيضا حمل بن بدر أمهم بني أسد ومالك بن بدر، كلهم قتلوا في حرب داحس والغبراء. وولد لبدر أيضا الحارث وربيعة وزبان وزيد. من ولد حذيفة بن بدر كان عيينة بن حصن بن حذيفة، لقبه الرسول صلى الله عليه وسلم بالأحمق المطاع. وسمع عيينة بن حصن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: غفار وأسلم ومزينة وجهينة خير من الحليفين أسد وغطفان. فقال الأعرابي الجلف: والله لئن أكون في النار، لا حول ولا قوة إلا بالله، والله لئن أكون في النار مع هؤلاء أحب إلي من أكون في الجنة مع أولئك. والله لئن أكون في النار مع هؤلاء أحب إلي من أن أكون في الجنة مع أولئك. لا شك أن هذه حماقة وجهل. كان عيينة بن حصن هذا سيدا كبيرا من سادات العرب. وفي القصة التي ذكرتها لكم قبل ذلك عن معاوية رضي الله عنه عندما سأل الكلبي عن أخبار العرب، وكان من ضمن أمور كثيرة سألها إياه، قال له معاوية رضي الله عنه: أخبرني عن أعز العرب. فقال الكلبي: رجل رأيته بباب قبته فقسم الفيء بين الحليفين أسد وغطفان معا. قال له معاوية رضي الله عنه: ومن هو؟ قال الكلبي: حصن ابن حذيفة بن بدر. وحصن كما تعلمون هو والد عيينة هذا، ولذلك كيف لا يطاع عيينة وهو من هذا البيت العريق. ومن بني بدر بن عمرو أسماء بن خارجة بن حصن بن حذيفة بن بدر بن عمرو، كان من سادات العرب في الإسلام، توفي في السنة 66 للهجرة. ومن بني شمخ بن فزارة خشين بن لأي بن عصيم بن شمخ بن فزارة. خشين يلقب بذي الرأسين، يقولون بأنه لم يكن في بني فزارة أكثر عزا بنفسه من ذي الرأسين. ومن ولد ذي الرأسين برز حفيده عمرو بن جابر بن خشين، كان يأخذ من فداء كل أسير أسرته غطفان. الأسير طبعا يطلق سراحة بفداء يكون في الغالب من الإبل، فكان هذا يعني له من فداء كل أسير بكرتان من الإبل. ومن ولده مالك بن حمار بن حزم بن عمرو بن جابر، كان شريفا وقد كان رئيسا في قومه، وكان أبوه وجده كذلك. برز من هذا البيت الشريف الصحابي الجليل سمرة بن جندب بن هلال بن حريج بن مرة بن حزم بن عمرو بن جابر رضي الله عنه، من أصحاب بيعة الرضوان، توفي يرحمه الله في السنة 60 من الهجرة. وكان مالك بن حمار بن حزم قد أبلى بلاء حسن في يوم شعب جبلة، ولكنه قتل بعد ذلك، قتله خفاف بن ندبة السلمي الذي أصبح بعد ذلك صحابيا جليلا رضي الله عنه خفاف. نعم، إذن تلاحظون هذا يعني بني فزارة الحقيقة كلها سادة وفرسان، وهي لا شك من أشرف قبائل العرب، قبائل مضر بالذات. ومن سادات بني مازن ابن فزارة رجل لقبه العشراء، لقب به لكبر بطنه، لقب بالعشراء لكبر بطنه. اسمه عمرو بن جابر بن عقيل بن هلال بن سمي بن مازن بن فزارة. أما أخوه فيلقبونه الخليفة، والخليفة هذه من النياق، بطنها ليس بعظم بطن العشراء. والعشراء أو العشرة بلهجتنا هي الناقة التي مضى على حملها 10 أشهر، أما الخلفة فهي التي مضى على ولادتها سنة، ثم بعد ذلك نزع عليها الفحل فلقحت. وهذا يرينا مدى تأثر العرب ببيئتهم المحيطة بهم، وذلك ينعكس بالطبع على أسمائهم. والعشراء
والخلفة كما قلنا العشرة والخلفة هي من أسماء الإبل في وقتنا الحاضر. نريد الآن أن نتكلم عن قبيلة من القبائل المضرية القوية والشهيرة، قبيلة بني عبس. وبنو عبس من جمرات العرب، ولد لعبس بن بغيض قطيعة وورقة، وولد لقطيعة الحارث وغالب ومعتم، وولد للحارث بن قطيعة مازن وزبينة وعامر وشداد وذكوان وجروة. جروة هو اليمان، سمي اليمان لأنه كان قد أصاب دما في قومه فهرب إلى يثرب المدينة المنورة، فحالف بني عبد الأشهل من الأوس، والأوس من اليمانية كما تعرفون، ولذلك عرف باليمان. واليمان من أجداد الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. وحذيفة بن اليمان هو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين، هو صاحب سر الرسول عليه السلام في المنافقين، لا يعرفهم من الصحابة رضوان الله عليهم إلا حذيفة، أخبره عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم. قاتل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في أحد وفي فتوحات فارس، توفي رحمه الله في السنة 36 من الهجرة. وحذيفة هو ابن حسين ابن جابر ابن ربيعة ابن عمرو ابن جروة ابن الحارث ابن قطيعة ابن عبس. لمازن بن الحارث بن قطيعة بن عبس ولد ربيعة وبجالة ويربوع وقمير، وولد لربيعة بن مازن رواحة وعبيد ورياح وروح، وولد لرواحة بن ربيعة بن مازن جذيمة وخلف وعمر وعوير، عوير هو عمير. وولد لجذيمة بن رواحة زهير بن جذيمة الذي اجتمعت عليه غطفان، كان سيدا على جميع قبائل غطفان. وولد لجذيمة بن رواحة أيضا أسيد وحذيا وقيس وزنباع أبناء جذيمة. أما زهير بن جذيمة فولد له قيس بن زهير وهو من دهاة العرب، هذا قيس هو من دهاة العرب وساداتها، ساد بني عبس. وأيضا ولد لزهير الحارث وورقاء وشاس ومالك وعوف وخداش وحسين وعمر. أمهم تماضر بنت الشريد السلمي، والشريد هو عمرو بن رياح ابن يقظة بن عصية ابن خفاف ابن امرؤ القيس ابن بهثة بن سليم، وهو خلاف الشريد والد الخنساء، فوالد الخنساء الملقب بالشريد هو عمرو بن الحارث بن الشريد ابن رياح. ومن بني زهير ابن جذيمة خليد ابن جز أو جز ابن الحارث ابن زهير، خليد ابن جز أو جز ابن الحارث ابن زهير، وهو جد الخليفتين الأمويين السادس الوليد والسابع سليمان ابن عبد الملك بن مروان. ويقال بأن أمهما هي ولادة بنت العباس بن جز بن الحارث بن زهير. على كل حال هي حفيدة لجز بن الحارث بن زهير. ومنهم مروان بن زنباع بن جذيمة الذي يعرف بمروان القرض، عرف بذلك لأنه كان يغير على قوم يسكنون في أراض نباتها القرض، والقرض شجر ضخم تستخدم أوراقه في دباغة الجلود، ينبت كثيرا في بلاد اليمن. وكذلك كان ابنه مالك بن مروان كان من السادات. برز من بني عبس الفارس الأسود الشهير والشاعر الكبير أحد شعراء المعلقات عنتر بن شداد ابن معاوية بن قراد بن مخزوم ابن مالك بن غالب بن قطيعة بن عبس. ومن بني عبس الشاعر الهجاء الشهير الحطيئة، وهو جرول بن أوس بن مالك ابن جوية بن مخزوم بن مالك. ومن بني عبس بنو زياد الذين يعرفون بالكمل، والكمل جمع للكامل، منهم الربيع بن زياد بن سفيان بن عبد الله بن ناشب بن هدم بن عوذ بن غالب بن قطيعة بن عبس، وأخوه عمارة الملقب بالوهاب لكرمه، وأخوه أنس المعروف بأنس الخيل، وأخوهم قيس المعروف بقيس الحفاظ. والحفاظ هو الرجل ذو الأنفة الذي يذب عن محارمه. وأم بنو زياد هي فاطمة بنت الخرشب الأنمارية، والخرشب هو عمرو بن نصر بن جارية بن طريف بن أنمار بن بغيض بن ريث بن غطفان، وهي من سيدات العرب. ومن بني عبد الله بن ناشب بن هدم أحد أشهر الصعاليك العرب،
عروة بن الورد بن عمرو بن زيد بن عبد الله بن ناشر. من بني غطفان بن سعد بن قيس بن عيلان بن مضر بنو أشجع بن ريث بن غطفان. ومن بني أشجع رخيلة بن عائذ بن مالك بن حبيب بن نبيح بن ثعلبة بن قنفذ بن خلاوة بن سبيع بن بكر بن أشجع بن ريث، وهو قائد بني أشجع في يوم الخندق، وكانوا مع الأحزاب المشركين. وعلى النقيض من رخيلة، على النقيض منه كان الصحابي الجليل نعيم بن مسعود بن عامر ابن أنيف بن ثعلبة بن قنفذ بن خلاوة رضي الله عنه، الذي ساهم في شق صف المشركين يوم الخندق. أيضا تكلمنا عن بني عبد العزى بن غطفان، قلنا أنهم لما وفدوا على الرسول صلى الله عليه وسلم ليبايعوه على الإسلام سألهم عن نسبهم فانتسبوا له، ولكن الرسول عليه السلام غير اسم بني عبد العزى إلى بني عبد الله بن غطفان. وولد لعبد الله بهثة، عبد الله بن غطفان ولد له بهثة وعذرة وغن وشباب ومنبه. بهثة بن عبد الله ولد له عوف، وولد لعوف بن بهثة قطبة وجشم وكلب وباعث. وولد لقطبة بن عوف خديج ومالك، كان منهم عقبة بن كلد بن وهب بن زهرة بن جشم بن عوف بن بهثة بن عبد الله بن غطفان، الذي سقطت ثناياه رضي الله عنه في معركة أحد لما نزع شظية السهم من جبهة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيضا نريد أن نتكلم عن بني أعصر بن سعد بن قيس بن عيلان. أعصر بن سعد بن قيس هو منبه بن سعد، لقب أعصر بسبب بيت من الشعر قاله، وكما تعرفون كثير من العرب لقبوا بألقاب بسبب شعر قالوه أو قيل فيهم، والأمثلة على ذلك كثيرة. ولد لمنبه وهو أعصر كما قلنا، أعصر بن سعد، مالك بن أعصر وعمرو بن أعصر. وعمرو بن أعصر هو غني، أمهما مليكة بنت ناشج بن وداعة من همدان. وولد له أيضا ثعلبة وعامر ومعاوية، أمهم الطفاوة بنت جرم بن زبان ابن حلوان بن عمران ابن الحاف بن قضاعة، ولذلك هم يعرفون ببني الطفاوة. أيضا نريد أن نتكلم عن بني باهلة ابن أعصر. باهلة هم بنو مالك بن أعصر، وولد لمالك بن أعصر سعد منات، أمه باهلة بنت صعب بن سعد العشيرة وهي من قبيلة مذحج. وولد لمالك بن أعصر أيضا معن، أمه هند بنت شباب بن عبد الله بن غطفان، منهم الأحدب بن عمرو بن جابر بن عمارة بن عبد العزة بن عامر بن عمرو بن ثعلبة بن غنم بن قتيبة بن معن بن مالك. هذا الأحدب له قصة طريفة ومريعة في الوقت نفسه. يقولون بأنه أخذ رجلا من بني قشير اسمه عفاق بن مري بن سلمة بن قشير ابن كعب بن ربيع بن عامر بن صعصعة. أخذ عفاق فقتله ثم شواه فأكله، فقال أحدهم يرتجز شعرا: إن عفاقا أكلته باهلة، تمششوا عظامه وكاهلة، وتركوا أم عفاق ثاكلة. ومن قبيلة باهلة قتيبة بن مسلم ابن عمرو بن حصين بن ربيعة بن خالد ابن أسيد الشر بن كعب الباهلي، أحد أبرز قادة الفتوحات الإسلامية، القائد الكبير والي خراسان وفاتح سمرقند. ومنهم الأديب الكبير عبد الملك بن قريب الأصمعي. نعم، هؤلاء من باهلة. نريد أن نتكلم أيضا عن بني غني بن أعصر. فنقول ولد لغني بن أعصر غن وجعدة، أمهما دحام بن تغلب بن وائل. فولد لغنم بن غني جلان وبهثة وعمر. وولد لجلان كعب وعتوارة. وولد لكعب بن جلان زبان وعامر وعوف وعويف. وولد لعوف بن كعب سعد. وأم سعد بن عوف هي بنت رأس الحجر الجرمي القضاعي، ورأس الحجر هو أبو بطين، وكان أبو بطين سيدا في الجاهلية. ومن غني برز الكثير من الفرسان. أيضا أيها الأخوة نريد أن نتكلم عن قبيلة أيضا شهيرة من قبائل العرب الجاهلية،
وهي قبيلة بني عدوان. وبنو عدوان ينسبون إلى عدوان بن عمرو بن قيس بن عيلان. عمرو بن قيس بن عيلان ولد له الحارث وهو عدوان وفهم. الحارث لقب بعدوان لأنه عدا على أخيه فهم فقتله، فلقب بعدوان. أمهما جديلة بنت مر بن أد. وولد لعدوان زيد ويشكر ودوس، منهم عامر بن الضرب بن عمرو بن عياذ بن يشكر بن عدوان حكم العرب الذي يتحاكمون عنده. ومنهم ذو الأصبع العدواني وهو حرثان بن محرث بن الحارث بن شباه بن ربيعة بن وهب بن ثعلب بن ضرب، نهشت أصبعه حية فسمي ذو الإصبع، وهو فارس وشاعر. ومن عدوان صحابة شهدوا بدرا مع المصطفى صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. من بني فهم بن عمرو بن قيس بن عيلان جابر بن سفيان بن عدي بن كعب بن حرب بن تيم بن سعد بن فهم المعروف بتأبط شرا، وهو من الشعراء الفتاك في الجاهلية. إذن هذه أيها الأخوة قبائل بني سعد بن قيس بن عيلان بن مضر. وبذلك نكون قد فرغنا من الكلام عن القبائل المضرية، لكن هناك مسألة أردت أن أحدثكم عنها، وهي مسألة غاية في الأهمية. هذه المسألة لفتت نظري كثيرا وحيرتني كثيرا، وتوقفت عندها طويلا طالما توقفت عندها. في كتاب جمهرة النسب لهشام بن محمد بن السائب الكلبي الذي توفي في السنة 4 بعد 200 الهجرة، وردت هذه العبارة، عبارة غريبة مهمة لفتت نظري. يقول: ليس في العرب أبخل من بني الحارث بن كعب في بني عبس. نحن أيها الأخوة نعرف أن الكرم من الأمور التي يحرص عليها العرب كثيرا، وأن البخل من أهم الأشياء التي تهدم حسب الرجل عند العرب، حتى وإن كان هذا الرجل يتمتع بنسب طيب. وفي ذلك يقول المتلمس شاعر الجاهلي: ومن كان ذا نسب كريم ولم يكن له حسب كان اللئيم المذمم. وهذا يجعلهم لا يحرصون على النسب مع من كان حسبه ضعيفا، فلا يزوجونه ولا يتزوجون منه، أو حسب لهجتنا الدارجة لا يعطونه ولا يأخذون منه. فإذا كان الأمر كذلك فأين ذهب بنو الحارث بن كعب، وهم من بني عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس بن عيلان بن مضر؟ هل بقى منهم باقية؟ وإذا ابتعد عنهم العرب الأقحاح بسبب بخلهم فلم يصاهروهم، فمع من تصاهروا؟ هذا تساؤل. ثم هناك أيضا عبارة أو جملة ذكرها ابن حزم في كتابه جمهرة أنساب العرب. يقول ابن حزم، طبعا الأندلس هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم فارسي الأصل، ولد في قرطبة بالأندلس في السنة 84 بعد 300 الهجرة، وتوفي في السنة 56 بعد 400 الهجرة، أي ما يوافق السنة الميلادية 1064 للميلاد. في كتابه المذكور وردت هذه العبارة، يقول: أخبرني بعض أعراب طيء أن بني محارب وبني أشجع بن ريث أذل قبائل قيس في البادية اليوم. بني محارب يقصد بهم بنو محارب بن خصف بن قيس بن عيلان بن مضر، وأما بني أشجع بن ريث فهم بنو أشجع بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس بن عيلان بن مضر. فما هو سبب ذل بني محارب بن خصفة وبني أشجع بن ريث؟ لا شك أن هذا الذل سببه ضعف حسبهم، وضعف الحسب يؤدي إلى عدم رغبة العرب في مصاهرتهم. فأين ذهب بنو محارب وبنو أشجع بن ريث؟ أين ذهبوا بنو محارب وبنو أشجع بن ريث؟ وهل بقت لهم باقية؟ وإذا كان العرب يرفضوا مصاهرتهم لضعف حسبهم على الرغم من طيب نسبهم، فمع من تصاهروا وهم من العرب الأقحاح؟ هذا تساؤل الحقيقة غريب. نريد الآن أيها الإخوة أن نكلمكم عن حادثة شهيرة، حرب شهيرة من حروب العرب استمرت لمدة 40 عاما، وهي حرب داحس والغبراء. هذه الحرب سميت باسم حصان وفرس. داحس اسم لحصان، هذا الحصان أمه فرس اسمها جلوى، كانت لرجل من بني تميم اسمه قرواش بن عوف من بني ثعلب بن يربوع. وأبوه داحس حصان اسمه ذو العقال، كان لرجل من بني رياح بن يربوع اسمه حوط بن أبي جابر تميمي أيضا.
كان بنو يربوع يسيرون طلبا للمرعى ومعهم ذو العقال يسير مع ابنتين لحوط بن أبي جابر، ولم يكن أبوهما موجودا في الحي. فلما مرت جلوى بالحصان لحق الحصان بالفرس واستحت البنتان فتركته حصان وجاء إلى الفرس والبنات شو سووا. فأتى الحصان الفرس وصادف ذلك وقت استعدادها للحمل فلقحت بأمر الله. ثم بعد ذلك أحضره لهما بعض بني يربوع لما عاد أبوهما من مكانه الذي كان به ونظر إلى عين الحصان قال: والله لقد نزى فرسي. والعرب تطلق كلمة الفرس على الذكر والأنثى. فقال لبنتيه: فأخبراني ما الأمر. فلما أخبرتاه بالأمر صاح: يا لا رياح انتخب، لا والله لا أرضى حتى آخذ ماء فرسي. فقال له بنو ثعلبة: والله ما استكرهنا فرسك، إنما كان منفلتا. خشية طبعا من أن يتفاقم الشر بين بني العم قال بنو ثعلبة ابن يربوع لبني رياح بن يربوع: دونكم الفرس، خذوا ماء فرسكم. فقام حوط بن أبي جابر ووضع يده في ماء وتراب ثم أدخل يده في رحم الفرس ودحسها. والدحس في اللغة هو إدخال اليد بين الجلد واللحم لكي يسلخ الجزار الصوف عن اللحم أو الشعر عن اللحم، ولكن ذلك لم يجدي فلقحت جلوى وحملت ثم ولدت فلوا سمي داحس لأنه دحس بالماء والتراب، وخرج الفلو كأبيه ذو العقال. وفي مرة كانت جلوى تسير وخلفها ولدها يتبعها، فلما رأى حوط بن أبي جابر أخذه فقال بنو ثعلبة لبني رياح: لقد دحسه حوط في المرة الأولى والآن تأخذونه. فقالوا لهم: هو لنا وإلا فالقتال بيننا وبينه. قال لهم بنو ثعلبة: أنتم أعز علينا من أن نقاتلكم من أجل الفرس. فأعطوهم إياه. ولكن لما ثاب بنو رياح إلى رشدهم قالوا: لقد حلم بنو عمنا مرتين مع ظلمنا لهم وكانوا كرماء معنا. فأعادوا إليهم داحس الصغير مع ناقتين ترضية لهم. ولما كبر داحس صار من أكرم الخيل وأجودها. وفي مرة كان بنو يربوع في بعض شأنهم ولم يكن في الحي الكثير من الرجال، وصادف ذلك غارة لبني عبس يقودها قيس بن زهير شن القارة على بني يربوع، ووقعت في يده ابنتي قرواش بن عوف وماء من إبله. ولم يكن في الحي من الرجال إلا غلامين من بني أزنم بن عبيد بن ثعلبة بن يربوع. وكان داحسا مقيدا بقيد من حديد حتى لا يبعد عن الحي. فقام الغلامين بامتطائه وهو مقيد، ولكن هذا الحصان الجبار ضبر بهما ضبرا، والضبر هو القفز ويداه مجموعتان إلى القيد حتى فر من مطارديهم. ثم صاحت عليهم ابنتا قرواش تعلمانهم بمكان دفن مفتاح القيد، فسبقوا القوم إلى المفتاح وفكوا القيد وما استطاعوا أن يلحقوا بهم. لما رأى قيس بن زهير ذلك فقد صوابه ورغب في الحصول على داحس بأي ثمن، وصاح بالغلامين: لكما حكمكما واعطيان الفرس. فلما استوثق منه قال له: تترك البنتين والإبل وترجع من حيث أتيت. فقال: لكما ذلك، وتمت الصفقة. هنا طبعا نلاحظ أمر في غاية الأهمية، على الرغم من أنهما غلامين إلا أن طلبهما يدل على شهامتهما. فكان أول ما طلبه هو أن يرجع قيس الفتاتين لأن في سبيهما الخزي والعار لقومهما، وأن يرجع كذلك الإبل، فكما تعرفون دون الإبل تدور المعارك وترخص الأعمار. بنو عبس الذين كانوا مع قيس في الغار غضب فأرضاهم بعد ذلك ب100 من إبله. لما رجع قرواش وعلم بما حدث غضب وقال: أريد فرسي. وتحاكم إلى حكم من العرب، فقال الحكم: يقوم قرواش برد الإبل والفتاتين إلى قيس بن زهير ويرجع قيس فرس قرواش. ولكن قرواش الغاضب بعد أن ثاب إلى رشده وعرف بأن ما فعله الغلامان هو الشيء الصحيح رضي بالأمر الواقع، وأصبح بذلك داحس ملكا لقيس بن زهير. الروايات في أسباب حرب داحس والغبراء كثيرة، وكل هذه الأسباب تدور حول الرهان على سباق يحدد به من الذي عنده الخيل الطيبة، قيس بن زهير أم حذيفة بن بدر. ولكن لا بأس في ذكر إحدى هذه الروايات التي تقول بأن رجلا من بني عبد الله بن غطفان من بني جوشن، وبنو جوشن كما تقول الرواية أهل بيت شؤم مشؤومين، أتى حذيفة بن بدر يزوره فعرض عليه حذيفة خيله فقال: ما أرى فيها جوادا مبرا. هذا العبد اللي يقول ما أرى فيها جوادا مبرا، والجواد المبر هو الحصان الأصيل الطيب الذي لا تسبقه الخيل. غضب حذيفة وقال: فعند من الجواد المبر؟ فقال الرجل: عند قيس بن زهير.
فقال له حذيفة: هل لك إلى أن تراهنني عنه؟ قال: نعم قد فعلت. فراهنه على ذكر وأنثى من خيله. هذا الرجل العبد اللي بعد ذلك أتى قيس بن زهير وأخبره بأنه قد راهن على خيله، فقال قيس بن زهير له: لا أبالي من راهنت غير حذيفة. فقال: ما راهنت غيره. عرف قيس أن هذا الرهان سينتهي إلى شر، فذهب إلى حذيفة ليبطل الرهان، ولكن حذيفة أصر على الرهان. حذيفة بن بدر أصر على الرهان، فقال له قيس الداهية: أخيرك بثلاث خصال، فإن بدأت أنت فلي الثانية والثالثة، وإن بدأت أنا فلي الأولى ولك الخلتان. قال له حذيفة: فابدأ أنت. فقال له قيس: الغاية من 100 غلوة. قال حذيفة: فالمضمار 40 ليلة، والمجرى من ذات الإصاد، ويقال بل من واردات إلى ذات الإصاد. واختار قيس بن الزهير للسباق داحس والغبراء، واختار حذيفة الخطار والحنفاء للدخول في هذا السباق المشؤوم. إذن المضمار 40 يوما، والمضمار هو المدة أو الوقت الذي تضمر به الخيل قبل السباق. وتضمير الخيل هو وضعها في مكان منعزل، ويتم طعامها طعاما خاصا كالحمية الغذائية، وذلك حتى يذهب عنها ترهلها، ثم بعد ذلك يشدون عليها السروج، ثم يجللونها بالأجلة، وهذا يجعلها تعرق وتفقد الشحم وتشتد عضلاتها، ثم يقومون بإركاب صبية من ذوي الأوزان الخفيفة، فيقومون بإركاضها ركضا ليس بالشديد. هذا كله يسمى المضمار. أما الغلوة فهي 10 الميل، أو المدى الذي تصل إليه رمية السهم. وإذا عرفنا أن الميل يساوي 1609 أمتار تقريبا 35 سنتي، فإن الغاية وهي مدى السباق ستكون أكثر من 16 كيلومترا بقليل. واردات وذات الأصاد هذه مواضع بينهما ثنية، والثنية مثل الربو أو المرتفع. وجعلوا قصبة السابق عند رجل اسمه حصين من بني ثعلبة بن سعد بن ذبيان، وقالوا بل هو من بني العشراء من بني فزارة، أخواله من بني عبس. وكانت جائزة الفائز بالسباق 20 من الإبل. وقصبة السبق هي قصبة من خشب من القصب يأخذها من يصل أولا قبل جميع المتسابقين. حذيفة بن بدر هنا عزم على الغدر، فأكمن عند الثنية رجلا من بني أسد، وبنو أسد حلفاء لبني ذبيان، وأمره بأن يعترض خيل قيس إذا أتت سابقة. وانطلقت الخيل الأصيلة، وفي بداية الأمر سبقت خيل حذيفة، ولكن داحسا ومن ورائه الغبراء سبق خيل حذيفة، فقام الأسدي باعتراض داحس وأمسكه، ولم يعرف الغبراء فتركها تكمل السباق. فلما بعدت الخيل خلف الثنية أطلق الأسدي داحسا، فانطلق هذا الحصان الجبار ينهب الأرض نهبا حتى سبق خيل حذيفة، ولو طال المدى لسبق الغبراء التي وصلت إلى بركة الماء، والبركة هي نهاية السباق. لما وصلت الغبراء للماء قام رجل من بني فزار اسمه عمير بن نضلة باعتراض الغبراء، ولطمها على وجهها وأبعدها عن الماء، ثم صنعوا الشيء نفسه مع داحس فلطموا. لما وصل قيس بن زهير وحذيفة بن بدر كان الناس في اضطراب شديد، وكان بنو عبس المتواجدون في المكان قلة قياسا ببني فزارة المتواجدون معهم، ولو كان عددهم كافيا لاشتعل القتال بينهم. قال قيس بن زهير: يا بني فزارة، إن الظلم عاقبته وخيمة، فأعطونا سبقنا. وجائزة السباق كما تعرفون هي 20 من الإبل، فأبوا أن يعطوهم، قالوا: فأعطونا بعض سبقنا. فرفض الفزاريون أيضا، فقال لهم العبسيون: فأعطونا جزورا واحدة ننحرها لأهل الماء. فرد عليهم أحد الفزاريين قائلا: 100 جزور وجزور واحدة، بمعنى إن أعطيناكم أي شيء فهذا إقرار منا بالهزيمة. أحد بني مازن بن فزارة قال: لقد كان قيسا كارها لأول هذا الرهان، وقد أحسن في آخره، وإن الظلم لا ينتهي إلا إلى شر، فأعطوه جزورا من نعمكم. ولكنهم رفضوا، فقام إلى جزور من إبله فعقلها ليعطيها قيسا ليكف الشر، ولكن ابنه قام وقال: إنك لكثير الخطأ، أتريد أن تخالف قومك وتلحق بهم خزاية بما ليس عليهم؟ ثم قام وفك عقالها، فعادت الناقة إلى الإبل. لما رأى قيس ذلك ارتحل ومن معه من بني عبس إلى ديارهم، وتحينوا الفرصة وشنوا غارة على بني فزارة، فلقي عوف بن بدر. قيس لما شن الغارة لقي عوف بن بدر فقتله وأخذ إبله. وعوف هو شقيق الحذيفة بن بدر، أمهما هي بنت نضلة بن جوية بن لوذان بن عدي بن فزارة، أمهم فزارية. أرادت بنو فزارة أن تقاتل بني عبس، ولكن الربيع بن زياد العبسي الملقب بالكامل تكفل بدية عوف بن بدر، وكانت الدية 100 عشراء مكلية. والعشراء المكلية هي النوق الحوامل التي ولد بعضها وستتلوها الأخرى في وضع حملها.
وكان الربيع بن زياد مغاضبا ومخاصما لقيس بن زهير بسبب خلاف بينهما، ولذلك كان مقيما في بني فزارة وهم أنسباء. وزوجة الربيع هي معاذة بنت بدر بن عمرو أخت حذيفة. تم الصلح ولكن على دخن، إذ تمكن بنو فزارة بأمر من حذيفة بن بدر من الترصد لمالك بن زهير الذي كان للتو قد تزوج امرأة من بني غراب بن فزارة كان نازلا فيهم على الرغم من تحذير أخوه قيس له. فعرف حذيفة بالأمر وأرسل أخاه حمل بن بدر في جماعة من الخيل وتمكنوا من قتله، وأخذ حمل ذنون سيف مالك بن زهير. الربيع بن زياد كان جالسا مع حذيفة، فلما بلغه مقتل مالك بن زهير قال: بئس لعمر الله القتيل قتلته، أما والله لأظنه سيبلغ ما نكره. ثم قام وذهب إلى منزله، فأرسل حذيفة بن بدر وراءه أمة له ترصد له ما يفعل. فلما ذهب الربيع إلى بيته بيت الشعر توجه إلى فرسه وكان مربوطا، وقبض الربيع على معرفة الفرس، والمعرفة هي شعر الرقبة، ثم مسح بيده على متنه، ثم توجه إلى فناء البيت، وكان رمحه مركوزا فتناول الرمح، ثم هزه هزا شديدا، ثم ركزه كما كان، ثم طلب من امرأته أن تضع له بساطا على الأرض، ثم اضطجع عليه. فاقتربت المرأة الحرة الشريفة من بعلها وكانت قد طهرت، فقال لها: إليك عني فقد حدث أمر. ثم ارتجل قصيدته الرائعة التي يقول فيها: نام الخلي وما أغمض حاري من سيء النبأ الجليل الساري. يبدو هنا أنه يوجه خطابه إلى رجل يعرفه اسمه حارث. نام الخلي وما أغمض حاري من سيء النبأ الجليل الساري، من مثله تمسي النساء حواسرا وتقوم معولة مع الأسحار. من كان مسرورا بمقتل مالك فليأتي نسوتنا بنصف نهار. قد كنا يخبأن الوجوه تسترا فاليوم حين بدونا للنظار. يخمشن حرات الوجوه على امرئ سهل الخليقة طيب الأخبار. أفبعد مقتل مالك بن زهير ترجو النساء عواقب الأطهار. ما إن أرى في قتله لذوي الحجى إلا المطي تشد بالأكوار. ومجنبات ما يذقن عذوفة يقذفن بالمهرات والأمهار. ومساعرا صدأ الحديد عليهم فكأنما قلي الوجوه بقار. المجنبات الخيل يركبون هم لما يركبون على الإبل يجنبون الخيل معهم تصير مجنبة حتى ترتاح قبل أن يركبوها لشن الغارة. قبل شن الغارة يأخذون الخيل المجنبة ويركبونها ويشنون عليها الغارة. في البيت الرابع يقول الربيع عن نساء بني عبس: قد كنا يخبأن الوجوه تسترا. وهذا دليل على أن نساء العرب كنا يغطين وجوههن. ونلاحظ ذلك أيضا في منافرة غالب بن صعصع وسحيم بن وثيل الرياحي. قلنا لما سمعت الخرماء بنت عوف، إذا تذكرون امرأة الهذلق بن ربيعة سيد بني أربوع، لما سمعت ما اعتزمه قومها من إكفاء لقدور غالب بن صعصعة بادرت من فورها تقنعت بملحفتها وذهبت إلى غالب لتحذره. وكذلك لما تكلمنا عن قبائل بكيل الهمدانية تكلمنا عن وفية همدان وهما عمرو وذؤاب ابن سليل بن الأعلم بن الحارث الأرحبي. قلنا بأنهما لما سبيا في إحدى الحروب بين همدان ومذحج 12 امرأة حفظاهن عند أخواتهما، واجتنب زيارة أخواتهما من أجل السبايا، وأحسن إليهن حتى تم السداد ووقع الصلح، فرداهن جميعا كما هن ما كشف لواحدة منهن قناع. ما كشف لواحدة منهن قناع. وهذا دليل آخر على أن العربيات كنا يلبسن القناع. المهم بعد مقتل مالك بن زهير اجتمعت بنو عبس فأرسلوا إلى بني فزارة أن ردوا علينا إبلنا التي وديناها عوف. فقال حذيفة بن بدر: لا أعطيكم دية ابن أمي. حذيفة بن بدر وشقيقه عوف أمهما بنت نضلة بن جوية من بني فزارة، وأما أخوهما حمل بن بدر فأمهم بني أسد. وإنما قتل صاحبكم حمل بن بدر وهو ابن الأسدية، فأنتم وهو أعلم. ثم أن حذيفة رغب في الصلح وأراد أن يردها ومعها أولادها، وكان قد مضى على مقتل عوف 4 سنين، وكانت متلية هذه الإبل كما قلنا، وفي تلك المدة وضعت مواليدها. لكن سنان بن أبي حارث المري ثم الذبياني الذي قلنا عنه عند الكلام عن نسب بني مرة بن عوف بن سعد الذبيان إنه كان كريما وكان حكيما يتحكمون إليه، قال لحذيفة: أتريد أن تلحق بنا خزايا فتعطيهم أكثر مما أعطونا فتسبنا العرب؟ فأمسكها حذيفة، وأبى بنو عبس إلا إبلهم. وكان تدخل سنان بن أبي حارثة وبالا على القبيلتين، ولذلك قال قيس بن زهير: يود سنان لو يحارب قومنا وفي الحرب تفريق الجماعة والأزل
يدب ولا يخفى ليفسد بيننا دبيبا كما دبت إلى جحرها النمل. فيا ابني بغيض راجع السلم تسلما ولا تشمت الأعداء يفترق الشمل. طبعا بنو عبس تحينوا الفرصة وتمكنوا من قتل مالك بن بدر. قتله جنيدب رجل من بني رواحة، رماه بسهم فقتله. ثم إن الأسلع بن عبد الله بن ناشب بن زيد بن هدم بن لدم بن عوذ بن غالب بن قطيعة بن عبس مشى في الصلح بين القبيلتين، ورهن في بني ذبيان 3 من بنيه و4 من بني أخيه حتى يتم الصلح، وجعل الرهائن عند سبيع بن عمرو من بني ثعلبة بن سعد بن ذبيان. لما حضرت سبيع الوفاة أرسل في طلب ابنه مالك بن سبيع وقال له: إن عندك مكرمة لا تبيد إن احتفظت بهؤلاء الغلمة، وحذره من خاله حذيفة أن يخدعه ويأخذهم منه، وقال له: إن خفت أن يخدعك خالك فارجع بالصبية إلى أهلهم. لما توفى سبيع بن عمرو حدث ما توقعه، إذ تمكن حذيفة من خداع أخته وأخذ الصبي الرهائن من ابن أخته مالك بن سبيع، وأخذ يخرج كل يوم صبيا ينادي أباه، يخرج هذا الصبي ويجعله ينادي أباه، يجعله هدفا للنبال، ثم يقول له: نادي أباك، فيصيح الصبي مناديا أباه حتى تقتله السهم. لما جاء الدور على واقد بن جنيدب أخذ الصبي ينادي باسم عمه، وذلك حتى لا يقهر أباه، فكان يقول: يا عمه، فقتله وقتل الصبي جميعهم. انظروا هنا إلى أنفة هذا الصبي الصغير وهو في مثل هذا الموقف الرهيب. إذن بسبب هذه التطورات كانت الحرب تزداد ضراما، ودارت بين بني عبس وبين بني فزارة بن ذبيان، ومعهم بنو ثعلبة بن سعد بن ذبيان وبنو مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان، معركة اسمها الخاثرة. وفي هذه المعركة تمكن العبسيون من قتل الحارث بن بدر الفزاري، ومن بني ثعلبة قتلوا أيضا مالك بن سبيع الذي فرط في الرهائن، وقتلوا كذلك عبد العزى بن حذار. ومن بني مرة قتلوا هرم بن ضمضم. ولم يشهد حذيفة بن بدر هذه المعركة. حذيفة بن بدر استنفر بني ذبيان بن بغيض وسار بجموعه الكبيرة لقتال بني عبس، ولكن قيس بن زهير الداهية يسميه العرب قيس الرأي استعد لهم بخطة محكمة، وأمر قومه بتسريح الإبل والضعفاء بالليل، ثم في الصباح امتطى فرسان بني عبس خيلهم. فلما طلعت عليهم بنو ذبيان قال قيس لبني عبس: لا تتبعوا الإبلكم وأموالكم فسوف ينشغل القوم بها عنكم، فإذا تفرقوا في طلبها فهاجموهم وهم مشغولون بالغنيمة. بنو ذبيان هاجموا إبل وأموال بني عبس وضعفائهم، ووقعت تماضر بنت الشريد بن رياح بن يقظة السلمية أم قيس بن زهير في يد حذيفة بن بدر فقتلها في الحال. وهذا الفعل مشين، هذا فعل مشين جدا وفي منتهى الحماقة والغباء. وبينما كان بنو ذبيان مشغولون بالغنائم هاجمهم العبسيون فهزموهم، وفر حذيفة بن بدر في جماعة من أصحابه، فتبعه جماعة بني عبس وأدركوهم في جفر الهباء وهو بركة ماء، وكانوا قد طرحوا ما عليهم من سلاح ونزلوا في الماء ليتبردوا من حر المعركة، فانقض عليهم العبسيون وهم يقولون: لبيكم لبيكم، يجيبون بذلك أبنائهم الذين قتلهم حذيفة بالنبل، وكان معظمهم آباء للصبية الرهائن الذين قتلهم حذيفة. حذيفة لما رأى بني عبس عرف إنهم سيقتلونه لا محالة، فقال لهم: يا بني عبس، فأين العود والأحلام؟ فضرب أخوه حمل بن بدر رأس كتفيه بيديه وقال له: اتقي مأثور القول بعد اليوم، يعني ما عاد ينفع الكلام. ثم هاجمهم العبسيون، وجاء قرواش بن هني بن أسيد بن جذيمة جاء لحذيفة بن بدر من الخلف، فقال له أحدهم: احذر قرواشا، فقال: خلوا بيني وبين قرواش. وكان حذيفة قد رباه صغيرا فأمنه، ولكن قرواش ضربه على ظهره فقصم صلبه، وقتل الحارث بن زهير حمل بن بدر، وأخذ منه سيف أخيه القتيل مالك بن زهير ذنون. وهذا اليوم من أيام حرب داحس والغبراء يعرف بيوم جفر الهباء. استعظمت غطفان قتل حذيفة بن بدر، فهم يلقبونه برب معد. وحتى بنو عبس ندموا كثيرا على قتل حذيفة بن بدر، لأنهم عرفوا أن ذلك سوف يدخلهم في حرب لا تنتهي مع أبناء عمومتهم، وسوف تكون نتيجتها أن تضعف غطفان بين قبائل العرب فيطمعون بهم. قيس بن زهير لم يكن يريد هذه الحرب، ولكنه سيد كبير من سادات العرب، وهو ابن زهير أبوه زهير بن جذيمة الذي ساد غطفان. ومعروف عن قيس بن زهير أنه لا يسكت على من يفاخره حتى وإن كان في موقف الضعف. حدث في مرة أنه كان مقيما في مكة وكان القريشيون يفاخرونه، فقال لهم: نحوا كعبتكم عنا وحرمكم وهاتوا ما شئتم. فرد عليه عبد الله بن جدعان قائلا: إذا لم نفاخرك بالبيت المعمور والحرم الآمن فبما نفاخرك؟ فارتاح عنهم قيس بن زهير
قال عدة قصائد في حرب داحس والغبراء. هذه القصائد تبين موقفه من هذه الحرب التي ابتلي بها. قال في مرة: هم فخروا علي بغير فخر وذادوا دون غايته جوادي، كرهنا أن يقر الخسف فينا دفعنا بالمهندة الحداد، وكنت إذا منيت بخصم سوء دلفت له بداهية نآدي. وأيضا بعد مقتل حذيفة وأخاه حمل في جفر الهباءة قال قيس: تعلم أن خير الناس ميت على جفر الهباءة لا يريم، ولولا ظلمه ما زلت أبكي عليه الدهر ما طلع النجوم، ولكن الفتى حمل بن بدر بغى والبغي مرتعه وخيم، أظن الحلم دل علي قومي وقد يستضعف الرجل الحليم، وما رست الرجال وما رسوني فمعوج علي ومستقيم. وقال أيضا: شفيت النفس من حمل بن بدر وسيفي من حذيفة قد شفاني، شفيت بقتلهم لغليل صدري ولكني قطعت بهم بنو ذبيان. أيها الأخوة، غضبوا لمقتل حذيفة واجتمعت كلمتهم على قتال بني عبس، وترأسهم سنان بن أبي حارثة المري، وعرف العبسيون أن بنو ذبيان سيقاتلونهم بقوة إدراكا لثأرهم، ولذلك قاموا بإرسال الضعائن والأموال إلى بني عامر، على الرغم من أن لهم ثأرا في بني عامر، لأن خالد بن جعفر بن كلاب هو الذي قتل زهير بن جذيمة. استعد بنو عبس للقتال، ودار القتال شديدا بين الطرفين واستمر لمدة يومين، ولام الناس سنان بن أبي حارثة لأنه هو الذي صرف حذيفة بن بدر عن الصلح، وطلبوا منه أن يسعى في الصلح ولكنه أبى إلا القتال. ولكن بنو ذبيان لم يواصلوا القتال وغادروا، وذهب بنو عبس إلى بني شيبان فجاوروهم، ولم يكن جوارهم في بني شيبان مريحا فارتحلوا عنهم، ولكن بنو شيبان تبعوهم فكر عليهم العبسيون وهزموهم. توجه بنو عبس بعد ذلك إلى اليمامة لينزلوا في جوار بني حنيفة، ولكن الأمر لم يتم، فغادروهم إلى بني سعد بن زيد منات بن تميم ليجاوروهم، ونزلوا في جوارهم وطمع فيهم بنو سعد، فأتوا ملك هجر وقالوا له: هل لك في مهرة شوهاء وناقة حمراء وفتاة عذراء؟ فقال لهم: نعم. فقالوا له: تغير بجندك على بني عبس وتعطينا من الغنيمة. فوافقهم على ذلك، ولكن امرأة بني سعد كانت متزوجة بعبسي، جاءها أهلها ليأخذوها واعلموها بالأمر، فأخبرت زوجها بذلك، فقام بإخبار قيس بن زهير، فبادر العبسيون بترحيل ضعائنهم وأموالهم في أول الليل، وساروا خلفها يحمونها متوقعين الغار عليهم، وتركوا نيران منازلهم على حالها حتى لا يشعر أعداؤهم برحيلها. وفي أول الصبح أدركهم أعداؤهم في مكان اسمه الفاروق، ودارت معركة، وتمكن فرسان بني عبس من صد الغارة، ونجت الضعائن والأموال. ثم سار العبسيون 3 أيام بلياليها حتى أجهدهم المسير. نزل بنو عبس على بني ضبة وبقوا معهم، ولكن خلافا حدث بعد ذلك بين أحد بني ضبة ورجل بني عبس نتج عنه مقتل العبسي، وكاد أن ينشب بين الطرفين قتال، وهذا أدى إلى ارتحال بني عبس الذين قرروا التوجه إلى الشام، ولكن بني عامر خشوا أن يرحل بنو عبس، وبذلك تفتقد قبائل قيس بن عيلان بن مضر قبيلة بني عبس، وهي قبيلة قوية شديدة البأس، فأرسلوا وفدا ليفاوضهم على الرجوع. وطبقا لرأي قيس بن زهير هذا الذكي الداهية، تحالف بنو عبس مع بني شكل من بني الحريش، لأن بني عبس أخوالهم، والحريش هو معاوية بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة كما قلنا في ذكر نسب بني معاوية بن كعب بن ربيعة. الذي رتب التحالف بين بني عبس وبني عامر هو ربيعة بن شكل بن كعب. لم يكن جوار بني عبس في بني عامر جوارا كريما، إذ كانوا يتعرضون لبعض الأذى من سفهائهم، حتى كان يوم شعب جبلة وهو من أشهر أيام العرب في الجاهلية، إذ سار لقيط بن زرارة ومعه أخو حاجب بن زرارة ببني حنظلة بن مالك بن زيد منات بن تميم، وسار الحليفان بنو ذبيان وبنو أسد بقيادة حسن بن حذيفة بن بدر، وأرسل النعمان بن منذر كذلك جيشا بقيادة أخيه لأمه حسان بن وبر الكلبي، وأرسل كذلك ملك هجر الجون الكلبي ابناه عمرو ومعاوية على رأس جيش يشاركوا في هذا الحشد الكبير. وكذلك شارك شرحبيل بن أخضر بن الجون بن آكل المرار بقوات من قبيلة كندة. لقيط بن زرارة يريد أن يأخذ بثأر أخيه معبد بن زرارة الذي مات عند بني عامر أسيرا بعد هزيمة بني تميم في يوم رحرحان. في يوم رحرحان قام بنو عامر بهزيمة بني تميم وأسروا معبد بن زرارة، ولما طالب لقيط بأخيه على أن يدفع لهم الفدية وهي 200 بعير وهي أكثر من فدية أي رجل، قالوا له: يا أبا نهشل أنت سيد الناس وأخوك معبد سيد مضر، ولا نقبل بفدائه إلا دية ملك. فأبى لقيط وقال: إن أبانا أوصانا بأن لا نزيد أحدا في ديته على 200 بعير. أبوهم كان قد أوصاهم قائلا لهم: لا تؤكلوا العرب أنفسكم ولا تزيدوا فداءكم على فداء رجل منكم فتذؤب بكم ذؤبان العرب. في يوم شعب جبل هزم الأحلاف وقتل لقيط بن زرارة وأسر حاجب، تم أسر حاجب بن زرارة وتم فداؤه، وكان فداؤه مهولا، فقد تم فداؤه ب1200 جمل كما يقول الرواة، وفي رواية ب1000 عبد و2000 ناقة. وفي شعب جبل قتل أيضا زبان بن بدر أخو حذيفة بن بدر.
أما سنان بن أبي حارثة المري فإنه استطاع أن ينسحب من أرض المعركة ببني ذبيان، فتبعهم الصموت ابن عبد الله بن كلاب، واسم الصموت معاوية، ومعه جماعة منهم حرملة العكل. فلما رأى سنان بن أبي حارثة أن القوم سيلحقون بهم قال لمالك بن حمار بن حزن بن عمرو بن جابر الفزاري: يا مالك كر واحمنا وأزوجك من خولة ابنتي. لما سمع مالك ذلك كر على القوم فقتل معاوية، ثم قتل حرملة وقتل 2 آخرين. لا شك أنها شجاعة عظيمة من هذا الفارس الكبير الذي استطاع أن يرد القوم في هذا الموقف العصيب. مالك بن حمار الفزاري قتله في موقف آخر خفاف بن ندبة السلمي، وخفاف كما قلنا صحابي جليل رضي الله عنه. حارب خفاف مع الرسول في حنين والطائف، وفي الردة ثبت على الإسلام ولم يرتد، وتوفي في خلافة عمر الفاروق رضي الله عنه، وهو خفاف بن عمير بن الحارث بن شريد ابن عم الخنزاء الشاعرة، وخفاف فارس وشاعر أيضا. وندبة هي أمه وهي سوداء كانت سبية، وهي ندبة بنت الشيطان ابن قنان ابن سلمة ابن وهب ابن عبد الله ابن ربيعة ابن الحارث ابن كعب. هكذا الحال يحرصون على الصيت الطيب وعلى زيادة رصيدهم من عناصر الحزم، والتي تشكل الشجاعة ومنعت من يستجير بهم، وحماية الجار والمروءة عناصر من أهم عناصره، حتى وإن كان في ذلك هلاكهم. واستمع مثلا إلى قل لكم ما قال السمو، له قصيدة جميلة في ذلك، يقول في قصيدة له طويلة: إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل، إذا المرء لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل، تعيرنا أن قليل عديدنا فقلت لها إن الكرام قليل، وما ضرنا أن قليل وجارنا عزيز، وجار الأكثرين ذليل، لنا جبل يحتله من نجيره منيع، يرد الطرف وهو كليل، يقرب حب الموت آجالنا لنا، وتكرهه آجالهم فتطول، وما مات منا سيد حتف أنفه ولا طل منا حيث كان قتيل. قول السماء ولا طل منا حيث كان قتيل، يعني بذلك أن من يقتل من رجالنا لابد أن نأخذ بثأره. لذلك لو استعرضنا التاريخ العربي أيها الأخوة في العصر الجاهلي لشاهدنا الكثير من الشخصيات العربية الشهيرة التي اتصفت بالشجاعة، ولوجدنا أن الكثير منهم بل معظمهم مات قتيلا في معركة أو في غارة، وقليل منهم مات على فراشه. ثم في يوم شعب جبلة حدثت فتنة كبيرة بسبب قيام قيس بن زهير بقتل معاوية بن الجون الكلبي، وكان عوف بن الأحوص بن جعفر بن كلاب في يوم شعب جبلة قد أسر معاوية بن الجون، ثم جز ناصيته وأطلقه على أن يستلم فداءه منه لاحقا. وكان عوف بن الأحوص منذ البداية كارها لجوار بني عبس في بني عامر، وكان يحرض عليهم، ولكنهم وسطوا طفيل بن مالك بن جعفر بن كلاب، وهدأت الفتنة، وقرر بنو عبس بعدها ترك بني عامر والذهاب إلى بني تغلب ابن وائل للتحالف معه. فرح بنو تغلب طبعا بعزم بني عبس الوفود عليهم والنزول عندهم، ولكن قبل أن يصل بنو عبس إلى بني تغلب قال لهم بنو عبس: أرسلوا لنا وفدا. فأرسل بنو تغلب وفدا من 18 راكبا فيهم ابن الخمس التغلبي، والخمس هو عمرو بن ربيعة بن القيس ابن ربيعة بن معاوية بن الحارث ابن بكر بن معاوية ابن عمرو بن بكر ابن حبيب بن عمرو ابن غنم بن تغلب ابن وائل ابن قاسط بن هم ابن أفصى بن دعمي ابن جديلة ابن أسد بن ربيعة ابن نزار بن معد ابن عدنان. انظروا كم جد بينه وبين ربيعة بن نزار، هذا حتى تعرفوا. أنا أردت أن أذكرها لكم عندما نأتي أيضا إلى ذكر كلام عن أنساب بني ربيعة بن نزار بن عدنان، تروا مدى عراقة هذه القبائل العربية. نعم، فأتى هذا الوفد المكون من 18 راكبا، من ضمنهم كان ابن الخمس التغلبي، وهذا ابن الخمس التغلبي هو الذي قتل الحارث بن ظالم المري الغطفاني. أمره الملك النعمان المنذر بذلك. لماذا؟ لأن الحارث بن ظالم قد قتل خالد بن جعفر بن كلاب ثأرا لزهير بن جذيمة سيد بني عبس، كما قلنا قتله خالد بن جعفر، خالد قتل زهير بن جذيمة، فقام الحارث بن ظالم المري الغطفاني بقتل خالد بن جعفر
أين قتله؟ قتله في ضيافة النعمان، كان ضيفا على النعمان فقام بقتله. فطبعا تطلب النعمان الحارث بن ظالم حتى تمكن منه ابن الخمس التغلبي وقتله. لما وصل وفد بني تغلب إلى قيس بن زهير قال لهم: وعلى عادة العرب انتسبوا لنا حتى نعرفكم. فانتسبوا حتى مر بابن الخمس التغلبي فقال: أنا ابن الخمس. فقال له قيس: انظروا إلى العزة أيها الأخوة، رجل مطارد وحرب استمرت قرابة 40 عاما وهو بحاجة إلى من يجيره، ولكنه لما رأى من قتل الحارث بن ظالم المري، والحارث بن ظالم المري من غطفان، لما رأى قاتل الغطفاني وقيس هذا من سادة غطفان، لما قال له: أنا ابن الخمس، قال له قيس بن زهير: إن زمانا أمنتنا فيه لزمان سوء. فرد عليه ابن الخمس: وما أخاف منك، والله لأنت أذل من قراد تحت منسم بعير. لما سمع منه قيس بن زهير قام بقتله في الحال. ثم طبعا لما قتله خلاص حدث ثأر الآن ما يستطيعون أن ينزلوا عليه، أخذ بثأره. ثم أن قيس بن زهير قال: يا بني عبس ارجعوا إلى قومكم فهم خير الناس لكم فصالحوه، أما أنا فلا والله لا أجاور غطفانيا أبدا. ويقولون بأن قيس بن زهير ارتحل إلى عمان ومات فيها. عاد بنو عبس طبعا يترأسهم الربيع بن زياد إلى قومهم من غطفان. فلما ذهب الربيع ومعه جماعة من بني عبس إلى بني ذبيان وفدوا على الحارث بن عوف بن أبي حارثة المري الذبياني، وفدوا عليه بالليل وهم لا يعرفونه ولا يعرف. سنون طويلة مرت على هذه الحرب الرهيبة، وين يعرف؟ ما حد يعرف الآخر. وكان الحارث عند حصن بن حذيفة، فلما عاد من عنده قالوا له: هؤلاء أضيافك ينتظرونك. فقال: بل أنا ضيفهم. ثم حياهم ورحب بهم. ثم قال: من القوم؟ فقالوا له: إخوانكم بني عبس. وحكوا له ما تعرضوا له من محن وحروب وبلاء وشقاء، يعني تعرضوا للكثير من محن، حروب، بلاء وشقاء وذل، واعترفوا له بذنبهم في قتلهم من كان بجفر الهباء من سادة فزارة حذيفة بن بدر وأخوته. فقال لهم لما اعترفوا بذنبهم، طبعا قال لهم: نعم وكرامة لكم أكلم حصن بن حذيفة. يعني هذا أمر عظيم جدا أنه يعني يتوسط. فطبعا قال لهم: سوف أكلم لكم حصن بن حذيفة. وعاد الحارث بن عوف إلى حصن بن حذيفة فقالوا لحصن: هذا أبو أسماء. فاستغرب رجوعه وقال: ما ورد إلا لأمر. فدخل عليه وأخبره بخبر بني عبس. فقال حصن بن حذيفة بن بدر: صالحوا قومكم، أما أنا فلا أدي ولا أتدي، قد قتل آبائي وأعمامي 20 من بني عبس. وأيها الأخوة، في نهاية الأمر تم الصلح، وتكفل الحارث بن عوف بن أبي حارثة وهرم بن سنان بن أبي حارثة المريان تكفل بديات القتلى على 3 سنين، وأعانهم حصن بن حذيفة ب500 ناقة. هذا أيها الأخوة ملخص يعني يمكن سريع لحرب داحس والغبراء. في حرب داحس والغبراء أيضا لما تقرأ كتب الأدب والتاريخ تجد روايات عديدة ويعني متقاربة، ولكن تختلف قليلا فيما بينها، وأيضا بها تفصيلات كثيرة. ولكن يعني اخترت لكم هذا الموجز، وفي النهاية أقول لكم جزاكم الله خير على حسن استماعكم. هذه الحلقة 10 وهذا اللقاء 10 كان به الكثير من الأحداث، وإن شاء الله نلتقي بكم بإذن الله تعالى في اللقاء 11 في أمسية نتكلم بها عن الأنساب، وبها أمور تاريخية وأدبية. نواصل الكلام في سلسلة العرب حسب ونسب، وسوف يكون كلامنا بإذن الله تعالى إن شاء الله في الحلقة القادمة عن آخر يمكن مجموعة من مجموعات العرب الكبرى، وهي قبائل ربيعة بن نزار. وربما في اللقاء 12 سوف يكون لقاء طويلا بإذن الله تعالى، سوف أيضا نحدثكم عن أخبار قبائل ربيعة بن نزار، وهي قبائل عظيمة وأخبارها مشرفة. ونقول مرة ثانية جزاكم الله خير على حسن استماعكم.
وفي الختام نرجو منكم الاستماع إلى بقية المادة، علما أن جميع الحقوق محفوظة، مع تحيات قرطبة للإنتاج الفني. هاتف 479-1323، فاكس 473-0055. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.